الاسبوع ده نشرت جريده المصري اليوم تقرير حلو قوي عن بنت اسمها لقاء مصطفى الخولي من مركز اسنا بمحافظه الاقصر. بنت صعيديه اتحدت العادات والتقاليد وخرجت للعمل، مش بس خرجت تشتغل، لا دي اشتغلت شغلانه بتاعه الرجاله، ومش بتاعه الرجاله بس، هي بقت ميكانيكي سيارات. لقاء شربت المهنه من ابوها، ولما كانت بتروح معاه الورشه وهي صغيره وبقى حلمها انها تكون ميكانيكي. لقاء كملت تعليمها واخدت دبلوم ثانوي تجاري واتفرغت للعمل كميكانيكي. يعني كل الناس كانت بتحاول تضغط عليها، يعني يقولوا ازاي وبنت في الصعيد وتطلع وتشتغل ميكانيكي، لكن هي كمان قوت نفسها لانها قرت كتب واطلعت على الجديد في المجال ده، واصبحت كمان بتدخل على مواقع الانترنت وتطور روحها. الناس في البلد كانوا يعني عندهم استهجان ان بنت تشتغل ميكانيكي، لكن لما لقاء صلحت العربيات بتاعتهم وانبسطوا من الشغل شجعوها وبقوا زباين دايمين عندها. لقاء نموذج للمرأة المصرية المقاتلة اللي ما بتعترفش بالصعب. يعني هي كمان انها من اسنا ومن الاقصر والصعيد، وتحية لبنات الصعيد مرة تانية.